عشان الناس مش فاهمه يعني ايه مخدرات رقميه. تمام. في حد يعني ايه؟ يعني الناس مثلا بدل ما تاخد هيروين هيبقى زي الهيروين، الكوكايين، الشابو، الستروكس، الترامادول والحاجات دي. طيب القصه وما شابه يا فندم ببساطه دي عباره عن مقاطع موسيقيه، تراكات من الموسيقى. تمام. بس بشرط بتبقى الموسيقى وانت بتسمع حضرتك التردد اللي هنا، الذبذبات اللي هنا زي اللي هنا في اي اغنيه عاديه، اي مقطع موسيقي عادي، الاتنين زي بعض عشان توصل نغمه واحده للمخ ويترجمها وتقدر تستمتع بالاغنيه، سواء كانت اغنيه حزينه، اغنيه مفرحه، ايا كان، وجسمك او كيانك بيتفاعل مع الاغنيه دي على حسب ظروفها ايه. لكن في التراكات دي او في المقاطع دي بيبقى شرط اساسي، شرط اساسي من فضلكم يا حضرات، الفيسبوك مش بيوصل دلوقتي لسبب معين، انا محتاج مساعدة حضراتكم. كل اللي بيشوفني دلوقتي من فضلكم نشير الفيديو ده من فضلكم، ده كلام مهم جدا صدقوني. تمام. الشرط الاساسي في الحاجات دي، في التراكات دي، انه التردد يبقى مختلف، يعني الذبذبات يبقى مختلف، الهيرتز تبقى مختلفة، يعني اللي في اليمين غير اللي في الشمال، يعني لو 150 في اليمين يبقى 140 130 في الشمال، بحيث لما يسمعها. تمام. للأسف بيبقى ايه الشخص في الاول لما بيبدأ يسمعها بيستغربها، حاجة زي النشاز، ايه ده، ايه اللي بيحصل، دي حاجة غريبة. لكن بيبدأ المخ بقى يتفاعل مع الترددات المختلفة، مع الذبذبات. تمام. هي لو ذبذبات متعادله خلاص هيتعامل هيسمعها وما فيش، لكن الاختلاف في الذبذبات دي بعيد عن المكالمات العاديه، بعيد عن اي لعبه شهيره موجوده على السوشيال ميديا، دي حاجه مختلفه تماما. المخ لما بيبقى الذبذبات مختلفه بيضطر يعصر نفسه، يعمل سكويزنج. تمام. بيطلع حاجه اسمها ترددات متطابقه. طب انت جايب لي تردد غير التاني، انا بقى هطلع الترددات بتاعتي اسمها الباي نيورال بيتس، الترددات المتطابقة دي، عشان يقدر المخ يستوعبها ويقدر يترجمها ويقدر الشخص يتعامل معاها. دي بقى بالوقت، يعني مثلا شخص دلوقتي جه في اول 5 دقايق مستغرب ايه اللي بيحصل ده، حاجة غريبة. تمام. بدأ يكمل شوية بشوية بيبدأ يرتاح، يحصل نوع من انواع الارتياح، يحصل نوع من انواع النشوة، بقى في عالم تاني، فصل عن العالم اللي حواليه. على ربع ساعة لا خلاص بقى في دنيا تانية. عشان كده دايما يقول لك ايه، يشرب ميه كتير، يلبس حاجة واسعة قبل ما يسمع التراكات دي، يبقى في مكان ضلمة، مكان هادي بعيد عن الناس، الإضاءة بتاعته خفيفة. تمام. عشان يقدر يعيش حياته في القصة دي. طيب بعد ما بيخلصها تمام خلاص قصة وخلصت، يجي بقى خلاص عايز يسمعها تاني، بس بقى بتحصل المشكلة انه مش عايز يسمع نفس التراكات بالفرق، مثلا لو فرق 20 هرتز بين اليمين وبين الشمال، لا عايز اعلى. ده الادمان بقى بيجي في الوقت ده، ده الادمان بيجي في الوقت ده، عايز التردد اعلى، بدل ما يبقى مثلا الفرق 20 او 10 او 30 هرتز يبقى الفرق 50 بين الودنين، يبقى الفرق اعلى. ليه؟ عشان بدأ يدمن، عايز مستوى اعلى من التراكات دي، يبدأ المخ يعصر نفسه تاني، يبدأ يطلع باينيورال بيتس تاني، يبدأ إرهاق الذهن تاني والمخ تاني والموصلات العصبية والموجات الكهرومغناطيسية اللي موجودة في المخ، فيبدأ يحصل نوع من أنواع يعني الموصلات العصبية. أنا عايز بس أقول حاجة بسيطة. تمام. فبالتالي دي قصة غريبة وقصة صعبة. يبدأ الشخص ده بالوقت لما يبدأ، تمام، لما يبدأ القصة دي تزيد عليه، يبدأ بقى يبقى مردود فعل سلبي على الشخص. يعني ايه مردود فعل سلبي؟ من كتر المخ لما بيتعامل مع التراكات دي وما يتعرض للموجات دي يبدأ يحس بهلاوس، لما ينام يجيله كوابيس، يبدأ يدخل في تشنجات، يبدأ يبقى طبعا نوبات صرع، يبدأ الشخص كمان لو عنده مشكلة في القلب بتزود المشكلة عليه. تمام. حاجة زي الطاقة كده بالظبط كده، اشكرك اللي بتقولي، حاجة زي طاقة غريبة بتيجي في الشخص. الطاقة دي بتوجد طاقة عدوانية، انه ممكن يأذي نفسه ويأذي اللي حواليه، يبقى عدواني بالبلد كده، يبقى زومبي. تمام. هي دي المشكلة.
تمام. وفي الاخر الشخص بقى بيطلع مستويات اعلى مستويات اعلى مستويات اعلى من التراكات، تمام. وكانه الميوزك دي موجوده على حاجه معينه. طب اعرفها منين؟ اعرف لو ابني قعد فتره طويله مع نفسه، لو ابني السلوكيات بتاعته اتغيرت، تمام. الموسيقى دي موجوده على اماكن معينه في النت، باوقات بتبقى بفلوس، في حد قال ان هي لا ببلاش، لكن لازم حد بيشتريها، يعني معاه كريدت كارد، البي بال، الحاجات اللي زي كده، تمام. اتابع ابني لو لقيت سلوكياته اتغيرت، لو لقيت بتجيله تشنجات، لو بيدخل في هلاوس وكوابيس بالليل، لو بيجيله ارق، لو بيجيله قله نوم، لو بقى عدواني مع اللي حواليه، اتابع ابني. هي اساس القصه متابعه الولاد، تمام. هي اساس القصه متابعه الولاد. انا طلعت تاني عشان في كتير بيسال، انا للاسف الصفحه مش موصله، تمام، وانا مش موافق مع، يعني مش فارق معايا. انا لو شخص او 2 او 3 او 10 او ايا كان وصل لهم الكلام ده واستفادوا، ده عندي بالدنيا كلها. بس تمام. تابعوا اولادكم وتابعوا، بلاش تسيبوهم يحطوا الهيدفون او السماعات في ودنهم لفترات طويله وتفرحوا ان هم مش عاملين دوشه. شوفوا هم بيسمعوا ايه وناقشوهم، وبلاش تنتهروهم، وبلاش العنف، تمام. القصه دي ألعن وأصعب، بتعمل تلف في خلايا المخ، ألعن وأصعب كمان من المخدرات العادية، لأن موجودة في البيت، ما بيجريش وما بيروحش وما بيتعبش وما بينزلش.